بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اهلا وسهلا بكم في قناتكم يوميات زملكاوي. المستحيل مش زملكاوي. الزمالك عايز تاخد منه احلى لعب واحلى اداء واحلى روح. خلي الزمالك في موقف صعب وشوف رجاله الزمالك هتعمل ايه، سواء لعيبه سواء جماهير سواء اداره. نادي الزمالك اتعرض لكارثه الفتره اللي فاتت برحيل جوميز للدوري السعودي ولفريق الفتح السعودي بعد العرض المغري جدا بتاع ال 250 ألف دولار اللي جاله. ودي حاجة غريبة جدا ان مدرب يبقى بياخد 60 أو 50 ألف دولار وتعرض عليه 5 أضعاف مرتبه، فطبعا لازم يمشي. أي بني آدم طبيعي هيفضل ان هو ياخد 5 أضعاف مرتبه، حتى لو كان بيحب نادي الزمالك وحتى لو كان بيعشق جماهير نادي الزمالك وحتى لو كان معجون بمية نادي الزمالك. لاعيبه نادي الزمالك الرجاله وعلى راسهم طبعا شيكابالا كابتن وقائد الفريق عملوا اجتماع وقالوا لبعض لازم جماهير نادي الزمالك اللي راحت الماتش المصري ما ترجعش زعلانه، وما يصحش ابدا ان نادي الزمالك يكون بقاله كام سنه بيتغلب من المصري ومش قادر يكسبه ومش قادر يعمل نتيجه ايجابيه قدامه. ونادي الزمالك بيتصدر مجموعته في الكونفدراليه بعد فوز نادي الزمالك على نادي المصري بهدف احمد السيد زيزو. وده يوريك قد ايه نادي الزمالك فعلا هو فريق الظروف الصعبة، فريق المواقف المستحيلة. المستحيل ليس زملكاويا بجد. بنرفع القبعة لكل لاعب في نادي الزمالك ولكل مسؤول في نادي الزمالك، لان احنا الحمد لله تجاوزنا الازمة بسرعة. شفنا كابتن حسين لبيب بيعلن عن التعاقد مع المدير الفني الجديد لنادي الزمالك جروس. وطبعا جروس بالنسبة لي انا كزملكاوي من احسن المدربين اللي بيلعب بتوازن بين الدفاع والهجوم. ودفاع نادي الزمالك بيبقى قوي جدا وصعب ان يجي فيه هدف، لان جروس يعني بيميل اكتر للناحيه الدفاعيه، عنده منظمه جدا. بس ده ما يمنعش برضو ان الزمالك ما بيبقاش فريق دفاعي مثلا لو كان المدرب بتاعه كيروش مثلا. فانا شايف ان جروس ان شاء الله خيار مناسب جدا. والاهم من المدرب، الاهم الروح اللي بين اللعيبه، الروح الحلوه اللي خلت نادي الزمالك يقدر يكسب وهو من الاخر بدون مدرب بعد هروب جوميز. نتكلم بقى على احمد السيد زيزو شويه. لو عايز تعرف ليه احمد السيد زيزو سعره عالي، لان ببساطه لعيب كوره. كلمه لعيب كوره دي مش شويه. احمد السيد زيزو بقاله فتره بيتعرض لهجوم غير مبرر. ازاي هتدوا زيزو 100 مليون وليه ومش ليه واديله اخره 60 70 وهجوم من كل بقى اللي ليه فيها واللي مالوش فيها بينتقد زيزو. طيب زيزو لعيب صاحب مش بس مهاره واداء وتصويبات وتسديدات وصناعه لعب وكل حاجه، وافضل لعيبه مصر وافضل لعيبه نادي الزمالك. الاهم ان عنده ثبات انفعالي. بنشوف لعيبه كتير زي تحت الضغط زي ما شفنا كهربا وزي ما شفنا امام عاشور وبعض لعيبه الاهلي انهارت. واحد كان اتعرض للموقف بتاع احمد السيد زيزو ده ما كنتش هتاخد منه اي حاجه. انما معلش احمد السيد زيزو في اسوأ اداء ليه بيقدر يفيد نادي الزمالك، بيقدر يكون ليه تواجد دفاعيا وهجوميا. وعشان كده ربنا توج مجهوده مع الزمالك الفتره اللي فاتت، رغم ان هو كان في اسوأ حالاته بس مفيد لنادي الزمالك وبيكسب نادي الزمالك اهو قصاد النادي المصري. ان شاء الله السنه دي نادي الزمالك يكون قد التحدي ويقدر يحقق الكونفدراليه والسوبر الافريقي وينافس على الدوري المصري او يحرز المركز الاول او الثاني في بطوله الدوري بلاعيبته الرجاله. وان شاء الله مستر جروسي ينسجم بسرعه مع الفريق لانه عارف كل لعيبه الزمالك ومدرب سابق، وده اختيار موفق من كابتن حسين لبيب بنشكره عليه. كمان بقى حابب اتكلم على نقطه اخيره بعيد عن ماتش الزمالك والمصري. كهربا، يعني الناس تخف شويه عن كهربا رحمه باللاعب ده. اللاعب ده مهما كان بني ادم، حتى لو كان جماهير الزمالك ما بتحبوش او جماهير الاهلي ما بتحبوه خلاص صارت عليه وبقت ضده. اللاعب ده بني ادم وممكن يتعرض لازمه نفسيه تؤدي بين لا حول يعني بعد الشر للانتحار او يجي له ازمه نفسيه زي ما حصل مع رفعت تجيب له مرض في القلب او كده. فليه انت بتضغط على لاعب للمرحله دي؟ ايه المشكله خسر الماتش؟ ايه المشكله ضيع ضربه جزاء؟ حرام بصراحه اللي بيحصل مع كهربا وما يرضيش ربنا.
والواحد ما يحبش يشوف بني ادم ابدا مكسور او في الموقف ده. فعشان كده بدعو كل جماهير الاهلي وكل الزملكاويه خفوا شويه على كهربا.